حصل عندك مشكلة في الهارد بتاع البلاي ستيشن 3 ومحتاج تغير الهارد ومش عايز تروح لحد بتاع صيانة علشان ما بتحبش حد يلعب لك في الجهاز بتاعك زي حالاتي. الحل في الفيديو ده هنعرف النهارده ازاي نغير الهارد بتاع جهاز البلاي ستيشن لو حصل فيه مشكلة، او لو عايز تعمل ابجريد للهارد وعايز تعلي المساحة بتاعته، وازاي هننزل السوفت وير بتاع الجهاز تاني علشان بعد ما بتغير الهارد ما بتلاقيش اي حاجة على الهارد، ولا العاب ولا تعديلة ولا سوفت وير تشغل بيه الجهاز. النهارده هنشرح كل الخطوات دي، بس قبل ما نكمل الفيديو ولايك احلى سبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس، ويا ريت تعمل شير للفيديو عشان اكتر قدر من الناس تستفاد. يلا بينا نبدا. معاكم اسلام فايد في فيديو جديد من سلسله البلاي ستيشن 3. النهارده معانا فيديو ازاي هنغير الهارد بتاع جهاز البلاي ستيشن لو حصل فيه اي مشكله، او حبيت ان انت تعمل ابجريد للهارد وتعلى بالمساحه بتاعته زي ما شرحنا في المقدمه بتاعه الفيديو. والنهارده الفيديو ده هيبقى مخصص لتغيير الهارد وتنزيل السوفت وير، انما التعديله دي كان ليها فيديو منفصل. يا ريت تشوف الفيديو بتاع التعديله لو هتغير الهارد بتاعك او لو هتعمل ابجريد، هتحتاج ان انت تعيد التعديله تاني بتاعه جهاز البلاي ستيشن، وهسيب لكم اللينك في الاي اللي فوق، وهيبقى في الديسكربشن تحت عشان لو حبيت ان انت ترجع له تعدل الجهاز بتاعك. ولو انت مشترك جديد افكرك ان في فيديوهات عن البلاي ستيشن 3 مهمه جدا لازم تشوفها، فما تنساش ان انت تبص عليها، هتبقى برده في الديسكربشن تحت او في السلسله الخاصه بالبلاي ستيشن 3. عشان ما نطولش على بعض، دلوقتي هنخش ازاي نشوف تغيير الهارد على جهاز البلاي ستيشن عملي خطوه بخطوه، ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا شباب هنشرح ازاي نفك الهارد الخاص بجهاز البلاي ستيشن بسهوله جدا ان شاء الله. اول حاجه هنبقى محتاجين المفك اللي احنا هنستخدمه، وهيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. ده شكل المفك، او مفك موبايلات يكون سنه رفيع، دي اهم حاجه. بعد كده كل اللي احنا هنحتاجه، هنمسك جهاز البلاي ستيشن في ايدينا، وبعد كده نبدا نحاول ان احنا نفك القطعه الخاصه بالجهاز. اول حاجه هتلاقي فيه جنبين، الجنب اللي عليه علامه البلاي ستيشن ده مش هنعمل في حاجه، ده ما بيتفكش، القطعه دي ثابته. انما الجنب التاني اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده بيتفك. هنبدا ان احنا نضغط بايدينا، هندوس على القطعه دي بايدينا من الصباع اليمين والصباع الشمال، ونبدا ان احنا نتكه لتحت، يعني نضغط لتحت ونزق سنه شمال، وبعد كده نزق يمين، يعني نسحب سنه شمال وبعد كده نسحب يمين، هيتفك معانا زي ما انتم شايفين وهيطلع بالشكل ده كده. بعد كده هنبص تحت هنلاقي الهارد ديسك، ده كده الهارد ديسك بتاعنا، المكان اللي فيه الهارد، بس هو مش باين علشان محتاج ان احنا نفك المسمار ده، وبعد كده هيظهر معانا الهارد. هنفك المسمار وبعد كده نشيل المسمار ونبدأ بسن المفك ونسحب القطعة بتاعة الهارد. هنطلعها بس بإيدينا، بعد كده هنبدأ نسحبها بإيدينا لبره علشان الهارد يطلع. ده الهارد اللي كان راكب، وده هارد SSD، وده كان عامل فرق كبير طبعا في الجهاز. الناس اللي ما شافتش الفيديو الخاص بتركيب الهارد SSD والفرق ما بين الألعاب وما بين الفتح والقفل، يا ريت تشوفه. هنا المداخل بتاعه الباور والساتا لازم نتاكد ان هي زي ما هي. الجنب التاني ده ما بيبقاش فيه اي حاجه، انما الجنب ده لازم نتاكد ان هو فيه مدخل الباور ومدخل الساتا، ويبقوا زي ما انتم شايفين في الجنب ده ظاهرين، مش متغطيين في الظهر، عشان ممكن وانت تركب في الظهر من ورا فالمداخل تتدار فترجع تفك تاني. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنقلب الهارد ونبدا نفك المسامير اللي في الظهر. في 4 مسامير هنبدا ان احنا نفكهم كلهم. بعد ما فكينا المسامير هيطلع معانا الهارد بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنركنه ونجيب بقى الهارد اللي احنا هنركبه. لو الهارد عندك فيه مشكله وجبت هارد جديد او بتعمل ابجريد، فدي الخطوات الخاصه بتركيب هارد ديسك. الهارد اللي احنا هنركبه هارد 320 جيجا من شركه توشيبا. هنبدا ان احنا نحطه في قلب الراكه بتاعته، ونتاكد ان المداخل زي ما قلنا لبره مش لجوه، مداخل الباور ومداخل الساتا تبقى باينه زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنقلب الهارد ونبدأ ان احنا نركب المسامير، ال4 مسامير، وبعد كده نتابع مع بعض. بعد تركيب ال4 مسامير هنبدأ نركب الهارد. بيبقى زي ما انتم شايفين الوش بتاعه لفوق عشان خاطر المكان اللي هنربط فيه المسمار في قلب جهاز البلاي ستيشن. بعد كده هنبدأ ان احنا نزقه لجوه
هيدخل معانا للاخر. نتاكد ان هو دخل للاخر لحد الحديده دي ما تكون لزقت في جهاز البلاي ستيشن خلاص، عشان نربط المسمار بتاعنا ما يبقاش فيه فرق، ويكون الباور والساتا دخلوا في الاماكن بتاعتهم مظبوط. بعد ما نربط المسمار هنمسك القطعه دي ونركبها تاني زي ما كانت. ودلوقتي يا شباب هنشرح ازاي ننقل الملفات على الفلاشة بتاعتنا. هتلاقي الملفات في الديسكريبشن، هتلاقي في ملف اسمه السوفت الاصلي، هتخش تنزله. بعد ما تنزله هتلاقي فيه كلمة اسمها BS3 جوه السوفت الاصلي، يعني هتفك الضغط بتاعه وبعد كده هيظهر لك السوفت الاصلي. بعد كده جواه هتلاقي BS3، هتاخد BS3 دي كوبي، وبعد كده تيجي هنا تفتح الفلاشة بتاعتك، بعد كده تيجي هنا تحطها بيست. اول ما تحطها بيست هيبدأ ان هو ينقل معاك الملفات بتاعه السوفت الاصلي او السوفت وير بتاع الجهاز. وبعد كده هناخد الفلاشة ونركبها في اليو اس بي بتاع البلاي ستيشن 3، وبعد كده نتابع الخطوات هناك. ودلوقتي يا شباب حطينا الفلاشة في جهاز البلاي ستيشن، ولازم توصل الدراع عن طريق الكابل بتاع الجهاز اللي بيشحنه، لان لو ما وصلتش الوصلة اللي بتشحن الدراع في الجهاز وبعد كده في الدراع مش هيقرا معاك. فلازم تتاكد من الخطوه دي، ان انت توصل الدراع بالكابل. بعد ما توصله هتدوس على زرار BS اللي في نص الدراع. بعد كده هيجي لك الخيارات اللي انت شايفها دي، في ريستارت وفي ريستور وفي خيارات كتير، مالكش دعوه بالخيارات دي كلها. كل اللي انت هتعمله هتنزل تحت هتدوس على سيستم ابديت. اول ما تدوس على سيستم ابديت هيجيب لك الرساله اللي انت شايفها دي، بيقول لك دوس على زرار الستارت والسلكت اللي في نص الدراع علشان يبدا ان هو ينزل السوفت وير الخاص بالجهاز. هتدوس عليه، بس كل ده انت حاطط الفلاشه في الجهاز ونقلت الملفات زي ما انا ما شرحت. هتدوس على سلكت وستارت، هيبدا ان هو يعمل تشيك عشان يتاكد ان الملفات دي موجوده على الفلاشه ولا لا. وبعد ما يلاقي الملفات هيبدا ان هو يقول لك الملفات دي موجوده، ونبدا ان احنا ننزل السوفت وير. تابع معايا دلوقتي وبعد كده هنكمل مع بعض. ودلوقتي زي ما انتم شايفين هو لقى الملف وبادئ ان هو يهيئه لعمليه الانستول او عمليه التثبيت. دي مش عمليه التثبيت، دي عمليه التهيئ بس. فاحنا هنستنى لحد ما يخلص وبعد كده هنكمل تاني الخطوات في عمليه التثبيت. ودلوقتي بعد ما عمل التهيئ للتسطيب جاب لك الرساله اللي انت شايفها دي، ولازم يكون برضو الكابل متوصل في الدراع. بعد كده هتدوس على الزرار اللي في نص الدراع، هيبدا ان هو يعمل تشيك برضو تاني علشان يتاكد ان الفلاشه لسه واصله في الجهاز، علشان لو شلت الفلاشه هيجيب لك مشكله ومش هيقدر يكمل عمليه التسطيب. فلازم تتاكد ان الفلاشه زي ما هي. بعد كده هتدوس على سهم يمين، هتلاقي في سهم بيتحرك كده على اليمين، معنى كده ان في خيار ان انت تروح يمين. بعد كده لما تخش هنا هتلاقي في سهم يمين وسهم شمال. السهم اليمين ده يعني عمليه نيكست، ان انت تخش خطوه للامام. السهم الشمال معنى كده ان انت ترجع خطوه لورا. تمام، احنا هنروح يمين وبعد كده هننزل تحت ندوس اكسبت، وبعد كده ندوس على اوكي ايا كان في الدراع بتاعك. انا عندي الجهاز بتاعي اصدار ياباني، فعشان كده عندي الاوكي او الانتر عباره عن دايره. عندك انت في الغالب هتلاقيه اكس، هتدوس اكس او دايره. بعد كده هيبدا يقول لك دلوقتي ان هو بيعمل انستول، فانت لازم تستنى لحد ما يخلص الانستول وما تطفيش الجهاز، وتاكد ان الكهرباء عندك مظبوطه في التوقيت ده، علشان لو فصل وهو بيعمل العمليه دي هتحتاج ان انت ترجع تعملها من اول وجديد. ودلوقتي يا شباب هو خلص وجاب لك الرساله دي. الرساله دي معناها ان في مدخل HDMI انت موصله. لو انت موصل على مدخل HD هيجيب لك الرساله دي، لو شغال على EVI مش هيجيب لك الرساله دي. هتدوس على يس، وبعد كده يا شباب الجهاز هيشتغل معاك زي ما انتم شايفين، والسوفت وير هيبقى نزل وكل حاجه كده تمام. دي كانت جميع خطوات يا شباب تغيير الهارد الخاص بجهاز البلاي ستيشن من البدايه لحد ما تنزل السوفت وير بتاعك. ولو عايز تعدل الجهاز بتاعك افكرك ان في فيديو مهم جدا لتعديل الالعاب هيبقى في الديسكربشن تحت، يا ريت ترجع له علشان تعرف ازاي تعدل جهاز البلاي ستيشن بتاعك. في فيديو نازل قريب كيفيه تنزيل العاب البلاي ستيشن من على الموقع لحد ما تنقلها على جهاز البلاي ستيشن، عشان في ناس كتير طالبه الفيديو ده، ازاي ننزل العاب من على الموقع وايه افضل المواقع اللي ممكن ننزل منها بالشرح. ان شاء الله يبقى في فيديو مخصص للطريقه دي كامله، ازاي تنزل
تنزل الالعاب وازاي تنقلها وازاي تحطها على جهاز البلاي ستيشن من البدايه لحد اللعبه ما تشتغل معاك ان شاء الله. فلو الفيديو عجبك ما تنساش دلوقتي تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل شير الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس، عشان الناس كلها تستفاد. اشوفك الفيديو الجاي. كان معاك استاذ فادي، السلام عليكم.